أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن وباء صامت مليان بيوتنا وعقولنا. العلماء بره بيسموه اسم مرعب ومقزز، وهو تعفن الدماغ. سألت نفسك قبل كده ليه ما بقتش قادر تركز في كتاب أو حتى فيديو طويل لأكتر من دقيقتين؟ ليه بتحس بتشتت رهيب ونسيان لحظي وخمول غريب رغم إنك ما عملتش مجهود؟ الحقيقة إن المحتوى السريع والتافه اللي بتستهلكه بالساعات بدأ يغير في كيمياء دماغك فعلا. النهاردة هنفك شفرة اللي بيحصل جوه عقلك، وهتعرف ازاي تنقذ نفسك قبل ما تفقد قدرتك على التفكير العميق للأبد. اسمع الفيديو ده بتركيز لأن مستقبلك الذهني معتمد على اللي هتعرفه دلوقتي. يعني ايه أصلا تعفن الدماغ؟ في علم النفس، تعفن الدماغ مش معناه إن المخ بيبوظ حرفيا، لكن معناه إن خلايا الانتباه عندك بتتعرض لعملية تخدير وتآكل. لما بتقضي ساعات بتقلب في فيديوهات تافهة سريعة وملهاش أي معنى، انت بتعود عقلك على انه ما يبذلش أي مجهود عشان يفهم. النتيجة ان الذكاء التحليلي عندك بيضعف، وبتحس انك عايش في ضباب ذهني. انت مش بتتسلى، انت بتمسح قدرة عقلك على التركيز وانت مش حاسس. ونيجي لفخ الدوبامين الرخيص وسرقة الانتباه. ليه مش بتقدر تسيب الموبايل؟ السر في الدوبامين الرخيص. كل فيديو قصير بتشوفه بيدي لمخك جرعة سعادة سريعة ومجانية. المخ بيتحول لمدمن. المشكلة إن الإدمان ده بيمحي حاجة اسمها مدى الانتباه. زمان كنا بنسمع محاضرة ساعة، دلوقتي ال60 ثانية بقوا تقال على قلبنا. وده هو الخطر الحقيقي، إنك بتفقد صبرك وقدرتك على التعلم العميق مقابل متعة تافهة بتختفي في ثانية. هنتكلم عن سيكولوجية الزومبي الرقمي والانفصال عن الواقع. تعرف إن الاستهلاك المفرط للمحتوى التافه بيخليك تحس إن حياتك العادية مملة وبايخة؟ ده لأن عقلك اتعود على الوتيرة السريعة جدا والألوان والدوشة اللي في الشاشة. الحالة دي بتخلينا نتحول لزومبي رقمي، بنتحرك ونمشي بس عقولنا غايبة، منفصلين عن الواقع، وما بقاش عندنا القدرة على الإبداع أو حتى الاستمتاع بلحظات الهدوء. الدماغ بيتحول لمجرد سلة مهملات لأفكار وترندات ملهاش أي قيمة. طيب في روشتة لتنظيف الدماغ وسعادة التركيز؟ علشان نعالج تعفن الدماغ محتاج تعمل ريستارت لعقلك. ابدأ بالصيام الرقمي، ساعة واحدة في اليوم الموبايل يكون في أوضة تانية خالص. ارجع للأنشطة البطيئة زي القراءة الورقية أو التمشية من غير سماعات. العقل محتاج صمت علشان يبدأ يبدع تاني. الإنجاز الحقيقي بيجي من التركيز، والتركيز مش هيعيش وسط الدوشة دي. انقذ عقلك النهاردة قبل ما الوباء ده يسيطر على حياتك بالكامل. في النهاية، عقلك هو أغلى رأس مال بتملكه، هو اللي بيفكر ويبدع ويخطط لمستقبلك. ما تسمحش لشاشة صغيرة إنها تسرقه منك. قولولي في التعليقات بمنتهى الصدق، بتحس بالضباب الذهني ده بعد ما تسيب الموبايل؟ وهل مستعد تبدأ معانا رحلة تنظيف الدماغ؟ أنا سيرة، وده بيتك التاني. نورتوني. شكرا.